تكمله بقى للبوينت المهمه جدا دي، انه انت بيجي عليك بقى الوقت اللي بتحس فيه انه لا انا خلاص انا كده دي الفكره الثابته اللي معايا بلاش اموتها، يعني تبقى عرفت ان دي اللي انا همسك فيها وهشتغل ده عليها. بيجي عن طريق ان انت تكون اشتغلت شويه في المجال وشفت ناس اكثر خبره منك بيقبلوا ايه وما بيقبلوش ايه، وايه الفلاتر اللي بيعدوا الفكره عليها. طب دي ما اعرفش فكره مش ضد ناس معينه، مش بتهمش ناس معينه، مش معرفش في فلاتر كتير قوي الفكره بتعدي منها. لو عدت من كل الفلاتر دي يبقى انت كده تمام. زائد ان هي تكون مبهره او شكلها حلو او زي حاجه مبهره انت شفتها قبل كده، فاهم؟ فانت يكون عندك مرجعيه لعمل اعمال كويسه كتير في دماغك عشان تعمل زيها حلو، ويكون عندك ذوق في نفس الوقت. ما انت الذوق ده بتديفلوب. لا ما انا مش بهزر معاك، يكون عندك الذوق ده بتبنيه مع الوقت. انا مش بضحك سخريه، انا بضحك لاني افتكرت حاجه هقول لك عليها دلوقتي. ايوه، انه استاذ شريف عرفة المخرج مش استاذ محمد عرفة كان قال ان هو لما هيجي يعمل، بص انا هو هيتكلم في جزء الاعلانات شويه وانا هتكلم في الجزء الفني شويه. انه انا ضحكت ليه؟ لان نفس الكلام ده انا ما اعرفش انت شفت الانترفيو ده ولا لا، بس كان استاذ شريف عرفة قال لو انا عايز اعمل فيلم اكشن حلو، عايز اعمل فيلم رعب حلو، عايز اعمل فيلم رومانس حلو، لازم اتفرج على الجونرز دي مين احسن ناس عملت الجونرز دي عشان اقدر اعمل زي واحللها. بالظبط كده. السؤال ان انت تكون بتعرف تحلل العمل، دي ميزه من اهم الميزات اللي في اي مبدع. حلو. ان انت تبقى عارف ايه العناصر، ازاي شايف صوره ازاي تفصصها لالوان والكادرات وكل عناصر بتمثل الصوره دي. حلو. طب انت شايف سكريبت انت بتفصصه للبلوت العام، بتفصصه للحوار جمله جمله وكلمه كلمه، بتفصصه للنقلات، بتفصصه فاهم، بتقيمه من كذا زاويه. حلو. فان انت يكون عندك بقى الزوايا دي انا اتعلمتها من ناس، او دخلت على النت وشفت ناس برضو بيتكلموا في الموضوع ده، او ان انت تبتدي تتفرج وانت ما تعرفش حاجه وعلى الله خالص، وتبتدي انت تسال نفسك اسئله. ان انت هي الموضوع it's all about asking the right questions.